تلاحظون بأن تطوان تلعب اكثر على الجهه اليمنى، تلعب اكثر على الجهه اليمنى كما حصل في المباراه تو بيسون مع زيمبي لما تعادل 1-1، لان قيمه الاسماء الموجوده في الجهه اليمنى نعم تخلي المغرب التطواني يفكر في الحلول عبر الرواق الايمن. ياسين الكحل بدرجه كبيره، ولكن ايضا مسانده قويه من هذا الدائره الايمن يونس بالخضر. هذه فرصه، هذه تاتو، يلا يا تاتو. يمنح الافضليه للمغرب التطواني بعد سوء تغطيه دفاعيه. بدايه مثاليه للكتيبه التطوانيه بلمسه اسبانيه. تاتي الفرحه للوس ماتادوريس وسيمبري بالوما. دائما تطوان، تحيا تطوان. هنا تاتو، هنا رودريغيز. شوف الاعاده، شوف بالخضر ينفذ التماس. سوء التغطيه، القناص تاتو يراوغ، تاتو يسدد، تاتو هذه في الشباك، هذه في الشباك يا المهدي سليمان، يا المهدي يا سليمان. معك تاتو، يجيب تاتو، يسدد تاتو. شوف راه موجود لاعبين هنا. تاتو يغالط الحارس ومع الدفاع. معليش يا المهدي، هذه تطوان لما تكون في اوج العطاء، هذه تطوان لما تكون الرغبه والاصرار لتحقيق الانتصار. في الحواصي يمرر الكره، ياسين الكحل، يلا ياسين، يلا ياسين، يا سلام. ضربة جزاء، ضربة جزاء من الموهوب ياسين. المتعة والفرجة والأداء والجمالية في الأداء موجودة عند ياسين. اتفرج في ياسين، تابع ياسين، من يوقف ياسين. برافو ياسين. شوف 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 السقوط. ذكي ياسين، ذكي ياسين، ماكر ياسين. اصطاد ضربة الجزاء ودفاع سموحة يقع في المحظور. هذه فرصة الجول، هذه فرصة الثاني، هذه فرصة الهدف الثاني، فرصة الهدف الثاني. هدف الخلاص، هدف الأمان، هدف الاطمئنان، هدف الثلاث نقاط، هدف إنعاش الأمال، هدف الصدارة، هدف الذهاب باطمئنان للملعب الرهيب، ملعب تو بيسون مازيمبي. هو الاسمراني، هو خضروف. أشدت بأدائه عندما عوض اليوم الغائب الكبير والمايسترو أحمد جحوح. خضروف وجه لوجه مع المهدي سليمان. خضروف يركز، خضروف ياخذ وقته، خضروف يتقدم، خضروف يتقدم. الثاني من الاسمراني عبد العظيم خضروف يدون الثنائيه في ليله جميله. هنا في الثانيه ترمل استيريا تاعهم المدرجات، استيريا تاعهم المدرجات. لوس ماتادوريس، سيمبري بالوما. والفرحه بالهدف الثاني، هدف الامان، هدف العبور، هدف الاطمئنان، هدف الثلاث نقاط، هدف الصداره الى الجانب الرهيب تو بيسون مازيمبي. والسيد البلد نادي الهلال يخلي الجوله الاخيره ملتهبه، يخلي الجوله الاخيره ناريه، يخلي الجوله الاخيره مثيره. لما يتنقل تطوان لتو بيسون مازيمبي ولما يلعب الهلال. وهذا ما حصل من ركله جزاء 2-0 وسموحه اعتقد بانه بنسبه كبيره انتهت الامور. لكن يا تطوان، يا تطوان تركيز مطلوب في الدقائق الاخيره. دخلنا الربع الساعه الاخير والتركيز مطلوب، لانه لا مستحيل في كره القدم. والنموذج ما حصل في مباراه الذهاب، قلنا بان تطوان كانت فايزه 2-0 والجميع قال بان تطوان في الطريق لانتصار مريح. ولكن الشوط الثاني حمل المفاجاه وحمل الثلاثيه للكتيبه المصريه. هذه تسديده، هذا ما قلنا مشاهدينا الكرام. حذاري من سموحه لما ينتفض، حذاري من سموحه لما يهاجم، حذاري من سموحه لما يغامر. جات التسديده من عمرو المنوفي، المنوفي يمنح الامل. عمرو المنوفي يخلي سموحه في المباراه، عمرو المنوفي يخلي ال 14 دقيقه المتبقيه ناريه.
أين كان سموحة؟ كان نايم، كان في سبات. الصفيق على إيقاع هدف اللاعب